مرحبا واهلا وسهلا بكم بقناتي. اليوم خلينا نحضر كيكة البرتقال. تعتبر من انواع الكيك السهلة الاعداد وتنجح من اول مرة. ما تحتاج الى مكونات معقدة، موادها اعتقد متوفرة بكل بيت، وبنفس الوقت تعتبر كيكة جدا شهية. تقدم بجانب فنجان قهوة او استكان شاي، فان شاء الله تنال اعجابكم. المواد اللي نحتاجها لتحضير الكيكة: عندي كوبين ونص من الطحين متعدد الاستعمالات، وكوب وربع من الشكر، ونص ملعقة صغيرة من الملح، وثلاثة ارباع ملعقة صغيرة من البيكنج سودا، وعندي ملعقتين كبار من برش برتقال، ونص كوب من الزيت، ونص كوب من الزبدة المذابة، وأربع حبات بيض يكونون كبار الحجم، وإذا كانوا صغار خلوا 5، وأحتاج كوب وربع من العصير البرتقال الفريش. قبل ما نبدي بتحضير الكيكة مالتنا خلينا نحضر القالب. هاي دهنت القالب بقليل من الزيت، وبعدين ضفت له رشة من الطحين ونتركه على صفحة. هسه نبدي بتحضير الكيكة مالتنا. نخلط أول شي المكونات الجافة، الطحين ويا الملح ويا البيكنج سودا، ونتركه على صفحة. هسه هاي بكاسة أو أي وعاء شوية يكون كبير، خلينا البيض ويا الشكر، وباستخدام الخفاق الكهربائي نخلطه زين إلى أن يتجانس الشكر مع البيض. بعدين نخفق الشكر والبيض بشكل جيد. هسه راح نضيف عصير البرتقال الفريش، ونحرك المضرب على أعلى سرعة، وبعدها راح أبدي بإضافة الزيت والزبدة وبرش البرتقال، ونستمر بالخفق. وبعدها نبدي بإضافة الطحين، ونضيف الطحين على وجبتين. هسه أضيف نص الطحين، بعدين أضيف النصف الثاني. نحرك بالبداية على سرعة واطئة، بعدين نزيد السرعة. هسه نضيف الكمية الثانية ونستمر بالخفق، بس لا تخفقون هواية، ما يحتاج خفق هواية، إلى أن يمتزج الطحين ويا السائل ونتوقف. هاي صار جاهز. راح أوقف المضرب بعد، ما يحتاج أكثر، ويكون سائل نوعا ما. لازم يكون سائل حتى تطلع الكيكة مالتنا هشة. لا تكثرون من الطحين، كوبين ونص كلش كافي. يكون سائل بهذا الشكل. وأنا الفرن محضرته طبعا على 350 فرنهايت 180 مئوية، وأخليه بالرف الوسط. هاي دخلنا الكيكة للفرن، ومثل ما قلت لكم ضروري انه يكون الفرن حامي قبل ما ندخل الكيكة. هاي بعد مرور نص ساعة ارتفعت الكيكة مالتنا، بس بعد تحتاج راح اتركها فد ربع ساعة اللخ. ولا تفتحون الفرن، لين بس نفتح الفرن راح تهبط الكيكة. هاي الكيكة مالتنا صارت جاهزة، طلعتها من الفرن، أخذت 45 دقيقة بالضبط. ونتأكد من إنه استوت، ندخل بيها عود تنظيف الأسنان أو عود الشوي، ولازم تطلع العودة ويانا تكون نظيفة، ما ملزوق بيها أي سائل. فهنا الكيكة مالتنا صارت جاهزة. نتركها تبرد فد نص ساعة، بعدين نطلعها من القالب حتى لا تتكسر. هاي بعد مرور نص ساعة طلعنا الكيكة من القالب وخليتها على الكولينج راك. وهنا أنا عندي ربع كوب من عصير البرتقال، وهاي ملعقة كوب من برش البرتقال، ونص كوب شكر، وأخلطها زين. وهذا العصير راح أسقي بيه الكيكة مالتنا. نسوي ثقوب بالكيكة، وبعدين نسقيها بالعصير اللي حضرناه. وهاي خليت تحتها صينية حتى الباقي العصير اللي ما تشرب الكيكة ينزل بالصينية. هسه نحول الكيكة للصينية الثانية، وهاي العصير الباقي كله راح أضيفه مرتلخ على الكيكة إلى أن تشرب العصير كله. هاي ورا ما تبرد الكيكة بشكل كامل، هاي العصير والشكر الموجود بيه راح يعطي قرمشة كلش طيبة للكيكة وطعم كلش طيب.
هاي كيكة البرتقال مالتنا صارت جاهزة. كيكة كلش بسيطة بس بنفس الوقت كلش طيبة. طبعا ريحة البرتقال ملت البيت وطلعت هشة بشكل. يلا عيني وصلنا لنهاية فيديو اليوم. رجاء لا تنسون الاشتراك بالقناة والتشجيع بتعليق ولايك. شكرا جزيلا على المتابعة ومع السلامة.